السلام عليكم. اخباركم ايه؟ طبعا احنا شايفين اللي بيحصل في سوريا النهارده، واللي بيحصل في سوريا ده تكملة للمخطط الربيع العبري، دمار الشرق الاوسط ودمار الدول العربية. وطبعا الدنيا هدت في غزة شوية وفي لبنان شوية. بيقوموها منين؟ من سوريا. ظهرت الجماعات تاني، الجماعات ظهرت تاني في سوريا. ليه؟ عشان حاسين ان سوريا ربنا بيسر الامر وبتحاول تقف. لا، نقضوا عليها ونرجعوا نحركوا ليبيا ونحركوا اليمن ونحرك كده، يعني ايه، نرجعوا القارة اللي فاتت اللي هي لسه ما انتهتش وما ريحتش، يرجعوها. دمار الدول العربية اللي هو داير. طب نيجي على مصر، ندمروا مصر ازاي؟ هم بقى يدمروا مصر ازاي؟ من شعبها. يدمروا مصر من شعبها عشان عسكريا ما يقدروش. بسم الله ما شاء الله، عندنا جيش قوي وقيادة قوية الحمد لله، ومصر حماها ربنا سبحانه وتعالى. بس هنا بقى ايه؟ يدوروا على الشعب، يخلوا الشعب ينقسم على جيشه وعلى القيادة، ويحصل فيه فتنة طائفية بين الإخوة الأقباط والمسلمين في مصر. يحاولوا يفككوا الشعب المصري، يحاولوا يفككوا الشعب المصري من بعضه بفتن. يبقى احنا كمسلمين وبالنسبة للإخوة الأقباط في مصر واحد، المسلمين والأقباط في مصر واحد، مفيش فتنة ولا تفرقة. احنا شعب مصر سواء مسلمين أو أقباط، احنا شعب مصر ولنا حق العيش في الدولة المصرية، ودي وطننا ودي أرضنا، مسلمين وأقباط. فعشان الخرفان ما يتكلموش ويلكوا ويعيدوا ويزيدوا ويجعلوا فيه فتنة بيننا داخلية، إن شاء الله مش هيحصل، عشان الشعب المصري فاهم واعي. بإذن الله مش هيحصل. مفيش انقسام في الشعب المصري هيحصل ان شاء الله، لان احنا عرفنا واتعلمنا وعرفنا المخطط وفهمناه. ده المخطط ده خلى الشعب المصري يكون اكتر اصرار وعزيمة ان هو يكون متماسك مع بعضه ومتماسك مع جيشه ومع قيادته. رب ضارته النافعة. فانتوا بالنسبة للخرفان وبالنسبة للإعلام المأجور والناس اللي هي بتحاول تحرض على مصر، تريح نفسها وما تتعبش نفسها، عشان مش هيحصل إن شاء الله، مش هيحصل. احنا عندنا جهاز المخابرات العامة شايف شغله على أكمل وجه، جهاز المخابرات الحربية شايف شغله على أكمل وجه، الجيش المصري شايف شغله على أتم وأكمل وجه وعلى أتم استعداد في أي لحظة، في أي لحظة على أتم الاستعداد ومستعد في الداخل وفي الخارج إن شاء الله. والشعب المصري ورا جيشه وورا القيادة في الداخل وفي الخارج إن شاء الله. كلنا 120 مليون، كلنا جيش، مش شعب وجيش، كلنا جيش. عشان ما فكركم ما يهيأ لكم شيء ان الشعب المصري والجيش المصري دول يعني بعاد عن بعض. لا، الشعب المصري والجيش المصري واحد. وهو الجيش المصري من المهم من الشعب المصري ده جيش وطني، مش جيش مأجور ولا جيش متوظف، ده جيش وطني. عشان تهدوا اللعب شوية، مش هتنولوا من مصر ان شاء الله بإذن الله. مفيش حد هينول. فالفتنة اللي انتوا عايزين تعملوها مش هتنولوها. وبالنسبة للشعب، الشعب فاهم وواعي، مسلم ومسيحي
فاهم وواعي، ومصر حماها ربنا سبحانه وتعالى. فاللي داير دلوقتي ان اللي سوريا قامت من جديد وهيرجعوا يحركوا العراق ويحركوا ليبيا ويعملوا الزعزعة والزوبعة اللي هم بيعملوها، اللي هي يعني حصلت في كل الدول العربية، ولكن في مصر سبحان الله وتعالى سبحانه وتعالى بحماية ربنا سبحانه وتعالى، ثم بالعقول القيادية الرشيدة، ربنا سبحانه وتعالى أحبط مخططاتهم وجعل كيدهم في نحرهم. اغلابوا معانا، اغلابوا مع مصر، عشان مصر حماها ربنا، وفي قيادة رشيدة، وفي شعب واعي وفاهم، وعمره في حياته من زمان الشعب المصري معروف من زمان. الشعب المصري كان منه الفدائيين، الشعب كان منه الفدائيين. والشعب اللي كان في 73 في السويس، ما هو ده الشعب المصري، ومعروف إسرائيل عارفاه. من 73 في الثغرة في السويس عارفينه، والفدائيين عارفينهم من تاريخ من زمان. هو ده الشعب المصري. فاللي بيحصل ان شاء الله مش هتنولوا من مصر مهما تعملوا وتقولوا وتروحوا وتخلوا وتحركوا وتعملوا فتنة. مفيش فتنة هتحصل، والمسلمين والمسيحيين واحد. انا كمسلم لو حد اعتدى على كنيسة انا هنقف له لو حتى هنموت، والمسيحي لو حد اعتدى على مسجد هيقف له لو حتى هيموت، وحصلت قبل كده. المسلمين دافعوا عن الكنائس والمسيحيين دافعوا عن الجوامع، مش أول مرة. فالمسلمين والمسيحيين في مصر واحد، ما فيش تفرقة في الوطن. احنا أهل مصر واحنا الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، ومع القيادة بتاعتنا ومع الجيش في الداخل وفي الخارج. وبالنسبة للإعلام المأجور والناس اللي بتحرض على مصر، ان شاء الله كدهم في نحرهم ومش هتنولوا من مصر. والشعب المصري بعت لكم رسالة بيقول لكم انتم مهما تقولوا ومهما تعيدوا مش هتحركوا شعرة فينا ضد وطننا وضد قيادتنا وضد بعض. وده اخر كلامنا. وفي نهاية الفيديو ربنا يحرس مصر ويحمي مصر وقيادة مصر وجيش مصر وشعب مصر. السلام عليكم.